الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ذي الحسن الباهر والنسب الطاهر، صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فالحديث عن محمد رسول الله إلى البشرية هو حديث عظيم كبير، إذ هو حديث عن النبوات، وحديث عن البعثة المحمدية، وحديث عن الإيمان، وحديث عن حقوق هذا النبي الكريم، وحديث عن نصرة هذا النبي الكريم. الله عز وجل اقتضت إرادته أن يبعث إلى أهل الأرض رسلا مبشرين ومنذرين. هكذا إرادة الله، أن يكون البشرية تحت دعوة الأنبياء والرسل. يرسل الله عز وجل إليهم رسلا وأنبياء يبينون لهم طريق الله، ويدعونهم إلى دين الله، يبينون وحيه، ينصحون الخليقة، ويبلغون الخليقة ما أراده الله عز وجل من هذه الخليقة. ففي البداية النبوات في الأرض إرادة الله، النبوات في الأرض إرادة الله عز وجل، ومن ثم لا يعترض على إرادة الله إلا من كان أصيب كفرا أو نفاقا أو تجردا عن العقيدة وتجردا عن الوحي والديانة، إذ أن الذي لا يقبل النبوات لا يقبل عن الله. فالنبوات هي نبوات الله، والذي يرفضها إنما يرفض أمر الله ويضاد الخالق في إرادته وفي تشريعه وفي حكمته وفي أوامره تبارك وتعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل خاتم هؤلاء الأنبياء والرسل، وبعثه بالإسلام، وجعل الإسلام خاتم الأديان، فهو خاتم الأديان، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل. ومن ثم قال بعض أهل العلم إن هذا هو السر في كون الإسلام خاتما والنبي محمد خاتما، لأن الله عز وجل أنهى رسالاته في الأرض. ولأجل ذلك أيضا فإن اليهود والنصارى لا يقبل منهم إلا الإسلام، لأن الله جعله الدين الخاتم، وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم أبو العباس بن تيمية. نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام بعثه الله وأيده بالمعجزات الظاهرات والبينات الباهرات على مثل ما يمكن عليه البشر، فلم تكن رسالته إلا كرسالات الأنبياء السابقين، مؤيدة بالمعجزات الظاهرة وبالبينات الباهرة التي على مثلها يجب أن يؤمن البشر. وهو عليه الصلاة والسلام
قائم في دعوته مقام قول الله عز وجل